صباح الخير، عاملين ايه؟ طبعا انا بقالي كتير قوي قوي عند بابا من قبل ما اولد، فبقالي 3 شهور في القاهره وسايبه شقتي بقالي 3 شهور. فالنهارده اخيرا راجعه بيتي. يا جماعه بيتي وحشني قوي، بجد بجد شقتي وحشتني قوي، وحشني حاجتي، وحشني ان انا ادخل مطبخي كده وبيتي وسريري، كل حاجه وحشتني. مع ان انا عارفه ان انا هحتاس بالاتنين لوحدي، بس لا، انا هموت وارجع البيت بصراحه. فالنهارده بقى خلاص راجعه البيت، وبابا موصلني عشان طبعا هشام مشي من كام يوم، فبابا موصلني وهصور لكم طول الطريق كده. طبعا احنا مش هنلحق نفطر في البيت، احنا كده تقريبا هنفطر في الطريق علشان الساعه دلوقتي تقريبا 3 او 3 ونص. فهصور لكم كده اليوم كله، وهصور لكم داخله البيت بقى. يعني الحمد لله ان انا بعت حد ينظف البيت قبل ما اروح، عشان 3 شهور سايبه البيت، فما بالكم بقى الرجاله لما تقعد لوحدها في البيت. فيعني الحمد لله راح الاقي الدنيا نظيفه، يا رب يا رب يا رب تفضل زي ما هي نظيفه. وهصور لكم بقى كل حاجه. طبعا يزن نام اول ما ركبنا العربيه، اول ما ركبنا راح نايم. والتاني برضو نايم، هما بيركبوا العربيه يناموا على طول. دي بقى الشنط اللي انا سافرت بيها. طبعا بابا بهدلني، اللي هو دي مش عربيه جوزك عشان تلمي فيها الشنط دي كلها. يعني مش قادره اقول لكم زعقلي ازاي. الطريق بقى كان خلاص المغرب قرب يأذن، والطريق كان تحفه بصراحه. بحب طريق السفر قوي، يعني انا اي طريق سفر بحبه. والسما كان شكلها حلو جدا، فقلت اصوره لكم واوريها لكم. ودي الحاجات اللي كانوا وزعوها علينا في الطريق اول ما المغرب أذن. الناس كانت واقفه على الطريق الصحراوي بيوزعوا الحاجات دي. يزن وبابا بقى طول الطريق هايصين. اغاني بقى ورقص وبتاع. ده قبل الاذان بصراحه، وكنا مشغلين اغاني عشان يزن يتلهي، عشان بس ما حدش يقول لي في نهار رمضان حرام. بس فعلا يزن جننا في العربيه. هو بابا لو ما عملش كده يزن مش هيسكت، وعايز يروح يقعد على رجله وهو سايق. يعني هو مجنون في العربيه، ويفضل من قدام لورا، يفضل رايح جاي من قدام لورا، وانا على ايدي يكن وماما واخداه قدام، فشغلانه. فبابا قعد يلهيه بقى بالرقص والتسقيف كده شويه، لحد ما نام. هو كان نام اول قبل ما نستلم الطريق، وبعد كده صحي. هو ما كانش لسه طول الطريق نام، يعني هو نام في الاول. دي حاجات تانية كانوا بيوزعوها علينا، برضو عصير ومية معدنية وبلح. ده بقى ضريبة ان انا رجعت البيت، ان انا يوم عملت اكل، يوم شايفين المية عندي بتقطع بالليل، فللأسف ملحقتش ان انا اغسل الحاجات دي بالليل ولا انضف بالليل، فسبتهم لما صحيت بقى. فتعالوا بينا بقى ننضف كل ده وننضف المطبخ ده. مش فاهمه هو مقلوب كده ليه، انا مش عارفه. انا عملت مكرونه، يعني اهو انا عملت مكرونه وعملت كوردن بلو وجلاش، بس ما عملتش اي حاجه. ليه بقى يتقلب بالمنظر ده؟ انا مش فاهمه. فتعالوا بقى ننضف المنظر ده كده سوا، في غسيل قد كده. هنا المطبخ بعد ما خلص، عايزه اقول لكم تعبت فيه جدا، حتى انا ما شطبتهوش قوي، بس يعني كده كتر خيري جدا في وسط الزن اللي انا فيه، ويزن ويكن وكل دول. انا رجعت البيت بعد غياب 3 شهور. عايزه اقول لكم ان انا بجد محتاسه لدرجه ان انتوا لو لاحظتوا هتلاقوني بقالي 10 ايام ما نزلتش اي فيديو. انا بجد من ساعه ما جيت انا نفسي اصور فيديو، مش عارفه. يعني نفسي اصور لكم حاجات كتير قلت لكم عليها، مش عارفه. عايزه اصور كل يوم وانا بعمل اكل، ما بلحقش. انا برضع يكن وانا بعمل الاكل، تمام. الشقه بروقها 50,000 مره في اليوم. يعني لو وريتها لكم دلوقتي هصعب عليكم، والله العظيم لو وريتها لكم دلوقتي. اليوم الوحيد اللي انا وقفت اصور فيه علشان هشام يفطر بره وانا فاضيه مش هعمل فطار، وقلت اكل اي حاجه، انا قلت اصور بقى وبتاع. عايزه اوريكم يزن عمل ايه لمجرد ان انا بصور وسايباه يعمل اللي هو عايزه. شايفين؟ ده الجزء التاني. ده منظر الشقه. ده كل يوم بقى على كده. قشر الموس في الارض. قلع البنطلون. انا مش فاهمه، الصيف لسه ما دخلش يا ابني، قلع البنطلون ليه؟ انا مش فاهمه. المخدات بيرميها في الارض. الحمد لله ما بيجيش جنبي يكن، الحمد لله سايبه نايم. انا قايله له يكن نايم، فهو كل شويه يروح يبوسه ويمشي. هو الحمد لله دي الحاجه الوحيده يعني اللي كويسه، ان هو ما بيجيش جنبه. طبعا اول كام يوم انا كنت مسحوله مع بابا وماما عشان قاعده عندي يومين او 3، فكنت برضو مش فاضيه بسبب كده. البيت بقى كان ملكوم قوي. عايز ايه؟ مامي 50,000 مامي في الدقيقه. انت بتقول ايه؟ ما بيقولش ماما بقى، بيقول مامي. الحمد لله. عايز ايه؟ كل شويه يجيب لي طبق يقول لي مام. هو مش عايز حاجه، مش عايز ياكل، هو عايز ماما. اي حاجه احطها له اي حاجه، اي نكش. دخل جاب طبق صلصه من الثلاجه دلوقتي وانا بصور. عايز ايه؟ هقوم اجيب لك ماما. حاضر، ممكن اخلص واجي اجيب لك ماما.
اجيب لك بسكوت؟ ما انا بعمل يا ابني الاكل، بعمل مش صابر، بعمل الاكل، بعمل مكرونه. اعمل مكرونه، سيبني بقى اكمل. يلا يا زونا. ماما لا، نجيب ماما ونجيب كل حاجه ماشي. وعايز تغير البوف كمان؟ هنغير البوف حاضر. صح، ما انا ورايا 2 بوف، نغير بوف بقى. انا نفسي والله ان انا كل يوم كده ابقى معاكم اليوم بيومه واصور لكم يومي فيه ايه. يعني انا في يوم ان شاء الله اصوره لكم كده من الفطار للسحور. وحقيقي انا مش عارفه ايه اللي رجعني بعد الولاده باسبوع. انا رجعت بعد الولاده باسبوع على طول، مش عارفه ايه اللي رجعني بعد الولاده باسبوع. مش عارفه يعني، حاسه ان انا اتسرعت في القرار ده بس يعني الحمد لله. ما كانش ينفع اسيب جوزي لوحده في رمضان برضو، عشان الفطار وعشان السحور جو رمضان كمان ما يبقاش لوحده. انا هنا بقى محرومه بقى من الحاجات دي. يعني انا محرومه بقى من عزومات رمضان واللمه والعيله والدنيا دي كلها. فالموضوع ده بس اللي مضايقني قوي ومأزمني بصراحه. ما تنسوش بقى تدخلوا على الانستجرام عندي، هتلاقوا منزله حاجات شيئين اللي انا وريتها لكم في الفيديو اللي فات بس متصوره بيها وانا لابساها. شوفوها هتعجبكم جدا. وعلى الفيسبوك برضو البيج فيها فيديوهات غير هنا خالص. قولوا لي عايزين ايه. يعني الفيديو اللي بعد ده ان شاء الله هحاول اصور لكم الفيديو اللي هو بتاع تجربه الولاده، عشان انا نفسي احكي لكم تجربه الولاده المره دي، عشان حقيقي تعبتني جدا جدا جدا. انا المره دي تعبت في الولاده قوي قوي غير المره اللي فاتت. وانا يا جماعه ما باخدش حقنه، يعني ما باخدش حقنه اللي هي بتاعت الالم دي، اللي هي ان انا ما احسش بحاجه. انا ما خدتش حقن منع الطلق الجو ده، انا ما خدتوش. انا ولدت ولاده زي بتاعت زمان بالظبط. لازم احكي لكم التفاصيل. غير يزن كمان، انا يزن خدت بنج، انا ما خدتش بنج في الولاده دي. انا لازم احكي لكم اللي حصل لي بجد. انا تعبت قوي في الحمل والولاده دي، ومحتاسه بيهم هنا الاثنين طبعا. بس الحمد لله يعني انا تمام. بحاول انظم يومي وبحاول انظم نومهم مع بعض عشان الحق انام شويه، وبحاول انظم نوم يكن عشان الحق اعمل الاكل. يعني بحاول اظبط كل دوت. ويزن طبعا بلعب معاه شويه، وساعات طبعا بسيبه يلعب لوحده. فبحاول ان انا اظبط كل ده عشان لسه في الاول برضو بالاثنين. بس محتاسه يعني. فادعوا لي كده ان انا اشد حيلي كده. وانا خسيت قوي قوي. فانا قصه ان انا خسيت دي برضو انا ماليش يد فيها. فيعني كان نفسي والله اقول لكم خسيت ازاي، بس دي طبيعه جسمي، انا ما بتخنش. انا نفسي اتخن شويه. فتعالوا بقى ايه نشوف النهارده. انا هعمل اكل عشان أنا لوحدي، فانا هعمل مكرونه، شويه مكرونه كده معاهم شويه بطاطس ممكن. مش قادره بصراحه اقف اعمل الاكل وطبيخ كل يوم. بتهري في المطبخ ومواعين بقى، اخلص من مواعين الفطار ادخل في مواعين السحور، ادخل في مواعين مثلا عملنا حاجه بين الاثنين حلويات، كل الكلام ده. انا كل يوم في سحله في دوامه. فهحاول افوق لكم كده واصور لكم كام فيديو ان شاء الله عن الولاده والرضاعه والحاجات دي كلها بنظمها ازاي، واحكي لكم كل حاجه. فان شاء الله استنوا الفيديوهات دي الفتره الجايه. باي باي.